السلام عليكم، ازيكم؟ دلوقتي هكلمكم على مباراة نادي اتلتيكو مدريد ونادي قادش في الدوري الاسباني. مباراة كانت قوية جدا بين الفرقتين. بصراحة يعني كانت فريق قادش عمل شوط اول حلو قوي وقدر يحرز هدفين. كان كسبان اتلتيكو مدريد 2-0. اتلتيكو مدريد بعد كده عادت بانتفاضة كبيرة جدا وقدرت انها تحرز 3 اهداف في الشوط التاني. يعني اعادوا من بعيد. اتلتيكو مدريد الصراحة يعني فيها لعيبة جامدة جدا، فيها جريزمان وفيها لعيب جاب جونين. هنشوف كل ده دلوقتي في الملخص في الصور بتاعتنا. استنوني. دلوقتي دي اول فرصة لفريق اتلتيكو مدريد من ناحية اليمين. اللعيب لعبها بالعرض، هتعدي على طول لزميله، هيعملها بالكعب لورا، هيقابلها المهاجم، هيروح شايطها مرة واحدة. الكرة هتخبط في العارضة وهتترد جامد لبره، هترجع لفريق اتلتيكو مدريد مرة تانية. ناحية الشمال، باك الشمال هيستلم الكرة وهنا الكرة اتقطعت من اتلتيكو مدريد، ودي الفرصة مرة تانية. الكرة اللي خبطت في العارضة هنا دي فرصة لفريق قادش. هنا هيعملها ثرو، بعد كده باك يمين هيستلمها، هيروح عاملها بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، هتعدي الناحية التانية خالص لزميله اللي في ناحية الشمال، وهيروح حاططها على طول مرة واحدة في الجون اهو زي ما انتوا شايفين كده، هيحطها على طول في الجون. كده 1-0 لفريق قادش. دي كرة تانية لفريق قادش من منتصف الملعب، هيروح لعبها مرة واحدة. الكرة كانت هتخدع الجون وكانت هتدخل جون، ولكن عدت من جنب العارضة بشكل غريب جدا. كان هيبقى النتيجة 2-0 القادش، كان الماتش يعتبر خلص يعني. دي فاول لاتلتيكو مدريد اتلعب. الكرة هتعدي، هتلمس العارضة وهتطلع زي ما انتوا شايفين كده بشكل غريب جدا. الحارس مش هيعرف يلمسها اصلا. دي ضربة مرة فريق قادش اتلعبت ليه اللعيب يعملها بالراسه ليه المهاجم زي ما انتوا شايفين. المهاجم حطها حلوة قوي لوب من فوق الجون بتاع اتلتيكو مدريد. والجون التاني لفريق قادش بشكل جميل جدا، لوب من فوق الجون، وادي اللعيب اللي جاب الجون اهو. دي فرصة بقى لفريق اتلتيكو مدريد، محاولة انهم يحرزوا هدف. الكرة اتلعب ثرو، اتلعبت جميلة جدا وعدت من كل اللعيبة وجت لمهاجم اتلتيكو مدريد اللي جاي يحطها، شاطها خبطت في الجون في حارس المرمى، اتردت وقعت الكرة، وقعت من حارس المرمى ورجعت تاني في فريق اتلتيكو مدريد زي ما انتوا شايفين. الكرة اتلعبت للمهاجم اهو، هيلف بالكرة ولعبها لورا، استقبلها هذا اللاعب، بعد كده رجعها لورا تاني، بعد كده اوقف الكرة اللعيب بتاع اتلتيكو مدريد وهيحطها وهيرفعها زي ما انتوا شايفين كده، هتيجي لمهاجم اتلتيكو مدريد يحطها بشكل رائع جدا في الزاوية الشمال على شمال الجون بشكل جميل جدا. جون رائع الصراحة، اللعيب ده تألق في هذه المباراة. الكرة التانية لاتلتيكو مدريد هتتلعب طولية برضو، بيعرفوا يلعبوا بالكرة الطولية دي بشكل جميل جدا
وبيقدروا يخدعوا المدافعين بتوع الفريق الاخر. اتلعبت من ناحية اليمين اهو، هيلعبها بالعرض اهو لزميله، هيستلم الكرة، زميله هيشوطها، هتخبط في حارس المرمى، هترجع تاني للاعب اخر، هيروح شايطها مرة واحدة في الجون عشان تبقى النتيجة 2-2. 2 اتلتيكو مدريد 2 قادش. ادي الكرة دخلت الجون يا جماعة، وادي اللاعب اللي سجل الهدف التاني لاتلتيكو مدريد. ماتش مثير جدا الصراحة. وادي الكرة من زاوية تانية اهو، الكرة دخلت الجون اهو، خبطت في اللاعب اللي واقف عند الجون ده ودخلت المرمى. وادي سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد فرحان بالهدف. كرة تانية بقى من ناحية اليمين لاتلتيكو مدريد مرة تانية، لعبها بالعرض، بيجيدوا اللعب من ناحية اليمين بشكل شكل جميل جدا، يرجعها لورا. لعب جماعي رائع يا جماعة. الكرة اتقطعت فريق قادش، هتقع منه تاني، هيروح هطول المهاجم اتلتيكو مدريد شايطها مرة واحدة عشان يتألق حارس مرمى فريق قادش ويطلع الكرة بالشكل الجميل ده الصراحة. أبدع في هذه الكرة حارس مرمى فريق قادش الصراحة، كرة صعبة جدا. طيب ادي فرصة لفريق قادش بقى اللي اختفى في الشوط التاني، هيلعبها بالعرض جميلة جدا، هيعملها بالراس زي ما انتم شايفين وهو بيضغط الطاير، ولكن حارس المرمى هيروح بيلعبها بالبوكس من فوق فوقيه على طول، من فوق الجول عشان تضيع فرصة فريق قادش. كده الكرة اتلتيكو مدريد من قبل منطقة الجزاء، هيستلم الكرة وعدى بيها ناحية الشمال وعملها حلوة اوي بالعرض عشان اللعيب ده تألق في هذه المباراة الصراحة، يحطها بشكل جميل جدا في المرمى، بشكل سهل جدا في المرمى زي ما انتم شايفين اهو. وادي فرحة لعيبة اتلتيكو مدريد بالهدف. مبروك لاتلتيكو مدريد وهارد لك لقادش.